السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنكمل كلامنا عن تفاصيل بناء هرم الملك بيبي الاول. وبالنسبة لهرم العبادة في مجمع اهرام الملك بيبي الاول، لاحظ علماء الاثار ان هرم العبادة كان في حالة افضل من المعبد الجنائزي، وان شظايا التماثيل واللوحات وطاولات القرابين اللي كانت جوه الهرم ده أشارت لاستمرار العبادة الجنائزية كمان في المملكة الوسطى زي ما كانت مستمرة في المملكة القديمة. رغم كل ده سقط الهرم ده في الخراب في عهد المملكة الحديثة أو في عهد المجد الحربي، ولغاية دلوقتي لسه الغرض من هرم العبادة مش واضح. وكان بيحتوي على غرفة دفن بس ما كانش بتستخدم لدفن جثة الملك، وبدل من كل ده من المتوقع ان كانت بتستخدم الغرفة دي كبنية رمزية بحتة. وفي بعض الاعتقادات لعلماء الآثار بيعتقدوا إن تم استخدامها عشان تستضيف روح الكائن الملك أو تمثال مصغر للملك. وفي اعتقاد تاني إن تم استخدامها في الأغراض الطقسية اللي هي الأغراض الدينية، واللي بتتمحور حوالين دفن وقيامة روح الكائن خلال مهرجان السد. ودلوقتي هنبدأ نتكلم عن أهرامات الملكات والهياكل المهمة اللي كانت موجودة جوه مجمع أهرام الملك بيبي الأول. وأهم الاكتشافات دي في المجمع هي أهرامات الملكات، واعتبارا من سنة 2017 في 9 أهرام تم اكتشافها في منطقة في الجنوب الغربي من هرم الملك بيبي الأول بتعتبر أهم أهرامات مجمع أهرام الملك بيبي الأول. ودلوقتي هنبدأ نتكلم عن هرم نوب وننت. وهرم نوب وننت في باب مصنوع من الحجر الجيري للمجمع أهرام الملك بيبي الأول بيؤدي لغرفة انتظار نقدر من خلالها إن احنا نوصل لفناء أو زي حوش كده. الفناء ده أو الحوش ده محيط بهرم ومعبد جنائزي صغير للوجه الشرقي للهرم بيعتبر زي متنفس للهرم. وأما المعبد الخاص بهرم نوب وننت فالمعبد في حالة خراب كبيرة باستثناء قاعة للقرابين وقسم من الجدار الجنوبي حوالي 1 متر وتم الحفاظ عليها بشكل أفضل. وشمال قاعة القرابين كان فيه مصلى صغير فيه 3 محاريب للصلاة. وجوه القاعة بتظهر أجزاء من المنحوتات على منصة الملكة مع أسود بتواجه آلهة، والآلهة دي بتحمل صولجان. وتم الحفاظ على شوية من زخرفة المعبد. وكانت الملكة هي إنك إنتي زوجة ووزيرة لبيبي الأول، وتم دفنها في هرم مجاور ليه. وكان طول قاعدة الهرم حوالي 21 متر ومتقارب للقمة بنسبة 1:2، يعني بنسبة النص تقريبا. وكان هرم زوجة وزيرة الملك بيبي الأول حوالي عشر هرم الملك بيبي الأول. في المقابل كان بهو معبدها الجنائزي أكبر من كده، وكان المعبد الجنائزي بينتمي للأميران نوب وننت في الشرق. وهرم إنك إنتي محاط بجدار سمك الجدار ده حوالي 1.5 متر. وبيتم الدخول لهرم عند مدخل مصلى صغير على الوجه الشمالي، وبيؤدي المدخل ده لممر هبوطي قصير بينتهي عند دهليز بيفتح على الممر الرئيسي. وبيؤدي الممر المحروس بواسطة بوابة واحدة من الجرانيت ناحية غرفة الدفن وتحت المحور الرئيسي للهرم. وفي جهة الشرق من حجرة الدفن في سرداب، على الجانب الغربي من حجرة الدفن في تابوت رمادي. والغرفة تقريبا في حالة خراب ومتمش الاحتفاظ إلا بأجهزة ومعدات جنائزية زي قطع من الأجهزة الحجرية في مختلف الألوان والأحجام، وأوعية بأغطية من الحجر الجيري بتهدف لحماية المؤن الجنائزية. والمعبد الجنائزي للمجمع ضيق وبينتشر على طول الجوانب الشمالية والشرقية والجنوبية للهرم، وفي عمودين من الجرانيت بيواجهان الشمال في اتجاه الهرم بيمثلوا باب للمعبد، والأعمدة المنقوشة باسم إنك إنتي وصورة للملكة جالسة ومعاها زهرة اللوتس في إيدها اليمين. وفي مسلتين من الحجر الجيري اللي لونهم رمادي بيصوروا الملكة واقفة وتم نقشهم أيضا باسمها، واحدة باسم إنك والتانية باسم إنتي، يعني واحدة باسمها وواحدة بلقبها. وفي برضو ألقاب تانية كانت منقوشة على المسلتين. وبتكون المعبد الخارجي من قاعة وفناء وأعمدة في الشمال الشرقي. وفي منطقة جنوب الفناء على الوجه الشرقي كانت قاعة القرابين، وغرفة الدفن بتحتوي على 3 محاريب للتماثيل ومجموعة من المخازن في الشمال والجنوب. وفي الزاوية الجنوبية الشرقية كان هرم العبادة صغير وكان طول قاعدته حوالي 6 متر. وبكده يا جماعة تكون حلقة النهاردة انتهت، وان شاء الله الحلقة الجاية اكمل كلامي معاكم عن هرم الملك بيبي الاول. وهتلاقوا كل اللينكات بتاعتي تحت في الديسكريبشن. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. سلام عليكم.